لو بتفكر تشتغل في مجال السيلز، التلات علامات دول هيساعدوك تقرر بنفسك اذا كنت تكمل في المجال ولا لا. واحد لسه متخرج سألني في الكومنتس سؤال جامد جدا: ازاي اعرف اني مناسب اشتغل في السيلز، خصوصا ان في ناس كتيرة بتقول البياعين ما عندهمش ضمير. وده سؤال مهم فعلا، لانك بتحاول تختار في اول الطريق مجال يبقى شبهك، مش مجرد شغل وخلاص. وده في حد ذاته علامة نضج وقوة. تلات حاجات لو عندك تبقى سيلز شاطر. العلامة الاولى: بتفكر في العميل قبل الفلوس. السوق كله مليان ناس بتفكر في العمولة قبل ما تفكر العميل محتاج ايه. بس اللي بيفكر من قلبه في مصلحة اللي قدامه ده اللي بيكسب على المدى الطويل. لو انت من النوع اللي بيسأل نفسه هو الشخص ده محتاج فعلا المنتج، فانت عندك اول صفة من صفات البياع النظيف. العلامة التانية: عندك قيم ومش مستعد تبيع ضميرك. الناس ممكن تقولك البيع لازم يبقى فيه لف ودوران، بس ده كلام ناس مش محترفة. العميل دلوقتي بقى واعي، بقى بيميز مين بيقوله الحقيقة ومين بيحاول يضحك عليه. لو عندك مبدأ انك تقول الصح حتى لو هيأخر الصفقة، فانت اقوى من نص السوق. العلامة التالتة: بتتعلم وبتطور من نفسك. السيلز مش بيع منتجات، السيلز بيع افكار، بيع ثقة، بيع مشاعر، وكل ده محتاج تطور مستمر. لو بتقرا وبتسمع وبتسأل، فانت داخل المجال ده من اوسع ابوابه. لو لقيت في نفسك التلات حاجات دول، ما تترددش تبدأ. الناس اللي شبهك هم اللي بيغيروا شكل السوق وبيخلوا الشغل نضيف ومحترم. اكتب لي في الكومنتس عندك كام علامة من دول، واللي لسه محتار يعمل لي فولو ويسألني في اي وقت.